السلام عليكم، اهلا بكل حبايبي، يا رب تكونوا بخير واحسن حال. الوصفه بتاعتنا النهارده هنعمل فراخ جميله جدا. فراخ مشويه كده بخلطه بسيطه وبهارات بسيطه، وتطلع معانا طعمها جميل جدا. وهنعملها على عين البوتاجاز ونديها بس كده وش تحت شوايه الفرن، وهتبقى معانا بالطريقه الجميله اللي انتوا شايفينها دي. انا مستخدمه وراك فراخ، انت ممكن تستخدمي صدور، ممكن تستخدمي فرخه كامله، اي حاجه عندك انت ممكن تستخدميها في الوصفه دي. سهله وبسيطه وجميله، وطعمها في منتهى الجمال. فراخ مستويه جدا من جوه ومشويه كده زي ما انتم شايفين، يعني مش هتفرقيها على طعم المشوي. وفي نفس الوقت سهله معانا من غير بهدله، من غير فحم، من غير فرن. معايا 3 اوراق من الفراخ زي ما انتم شايفين كده. انا هستخدم اوراق، حابه تستبدلي الاوراق بصدور او فرخه كامله تمام برضو مفيش اي مشكله. بنقسم الورك 2 بالشكل ده. طبعا بنبقى غاسلين الوراك بتاعتنا او الفراخ بتاعتنا بملح وليمون كويس جدا ومصفيينها. وبعد كده بنقسمها 2 زي ما انت شايفة، او الفرخة لو فرخة كاملة بتقسميها 8 او 6 حسب ما انت عايزة، او 4 حسب التقطيع اللي انت عايزاها. وبندي الفراخ بتاعتنا فتحات بالشكل ده كده عشان تشرب من التتبيلة والبهارات تدخل جواها. وبنجيب بقى طبق ونحط الفراخ بتاعتنا فيها، وخلاص كده بقت جاهزة. هنديها بس رشة من الملح كده بسيطة ما بين ايدينا كده، ملح ونرشها رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وبنركنها 10 دقايق كده او ربع ساعة قبل ما نجهز الخضار بتاعنا. هنجيب بقى صينية كده او اي حاجة، حتى لو طاسة كده لو هتعملي كمية بسيطة وهتجهزي فيها الفراخ. انا جبت الصينية بتاعتي اهوت، وجبت الخضار بقى اللي هنحطه مع الفراخ. بصلاية متوسطة، طماطمية متوسطة، 2 قرن فلفل حار، و2 قرن فلفل بارد. لو انت حابة يعني الحار، مش حابة استغني عنه. وواحدة من الجزر، برضو كله متوسط كده او حسب كمية الخضار اللي انت عايزاها. لو عايزة تكتري اكتر من كده كتري برضو تمام مفيش اي مشكلة. كمية الخضار دي حسب ما انت عايزة. ولو حابة كمان تحطي بطاطس معاهم هتحطي بطاطس برضو، هتبقى جميلة جدا. هنقطع كل الخضار اي تقطيع عشوائية كده، وهنبشر الجزرايه، وهننزل بالبهارات بتاعتنا. معلقة صغيرة من بتاعة البهارات دي فلفل اسمر، ومعلقة 7 بهارات، ومعلقة كمون، ومعلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة فلفل اسمر، ومعلقة بابريكا، ومعلقتين صغيرين من الملح. وهمسك الخضار بالبهارات بتاعتي دي كلها، ادعكها كويس جدا جدا بايديا. تفضلي تدعكيهم كويس جدا لحد ما ينزلوا المية بتاعتهم او العصارة بتاعتهم كده بالشكل اللي شايفاه ده. وترصي الفراخ وتبداي تغلفيها بكل الخضار بالتوابل دي كويس زي ما انت شايفه كده. وتسيبيها بس 10 دقايق كده او ربع ساعه كمان تشرب من التتبيله الجميله دي. زي ما انت شايفين كده، انا هتغطيها بغطا او بورق فويل وهتحطيها على عين البوتاجاز. شكلها زي كده بعد ما استوت على عين البوتاجاز بدون فرن وبدون اي حاجه. استوت وفي منتهى الجمال وشربت من التتبيله. لو لقيتيها نشفت معاكي شويه وهي على البوتاجاز، حط لها بس ربع كوبايه من الميه. هاخد بقى فرشه انا ما حطيتش اي مواد دهنيه طبعا مع الفراخ، انا اكتفيت بالدهون اللي هتنزل من الفراخ بتاعتي. يعني ما حطيتش مع الخضار اي مواد دهنيه خالص. هي نزلت شويه دهون كده منها بفرشه كده، وهدهن الوش كله من الدهون اللي نزلت منها مع البهارات الجميله بتاعتها دي. وهندهن الوش كله بالشكل ده. وهنفتح عليها الشوايه كمان 10 دقايق بس، من 8 دقايق ل10 دقايق بالكتير اوي تحت الشوايه. هتاخد لون جميل جدا وتطلع معاكي احلى واجمل فراخ مشوية بدون فرن، وقت طويل في الفرن، وبدون فحم وبدون اي حاجة، يعني من غير اي بهدلة ولا اي حاجة. يبقى معاكي اجمل واحلى فراخ مشوية. طعمها جميل جدا ومستوية كمان، السوا بتاعها جميل جدا. وتبقي ضامنة انها مستوية سوا كويس، مستوية جدا من جوه. وشكلها تحفة زي ما انت شايفة كده. غير بقى الخضار بتاعها، الخضار اللي فيها ده طعمه جميل جميل جدا، هتاكلوه يعني قبل ما تاكلوا الفراخ هتكونوا واكلينه. حاجة في منتهى الجمال. اعمليها بقى ان شاء الله وجربيها هتعجبك. ولو حابة تعملي فرخة كاملة ممكن تقطعيها 8 او تقطعيها 6 زي ما قلتلك، او 4 حسب عدد الافراد اللي انت هتعملي لهم الوجبة. ولو انت عايزة تعملي طبعا كمية اكبر تعمليها بنفس الطريقة دي، سهلة جدا وسريعة. ويعملوا جنبها بقى شوية رز جميل كده. وبألف هنا وشفا مقدما. لو عجبك الفيديو ياريت تعملي شير للفيديو عشان الوصفة توصل لكل أصدقائك وحبايبك والكل يجربها. وبألف هنا وشفا مقدما للجميع.
ويا ريت ما تنسينيش باللايك، ولو اول مره تشوفيني مش مشتركه في قناتي اتمنى تشتركي وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.